وبعد 8 حلقات من مسلسل قلبي ومفتاحه للمخرج تامر محسن، هل هو من افضل مسلسلات الموسم الرمضاني زي ما انا كنت متوقع؟ حبكة المسلسل عن موضوع صادم ومعقد، ولكن تقديمها في اطار رومانسي مع بعض الكوميدي. يعني مش بعيد اقول عليه انه رومانتك كوميدي، رغم اننا بنتكلم على مسلسل من اخراج تامر محسن. يعني ده ابو الصدمة والتعقيد، ممكن يدخلنا في حالة توتر، وده شفناه منه كتير. ولكن هنا انا مش مقصود خالص ان المسلسل تافه، لا، في توتر وخوف من شخصية الفيلن اللي قايم بدورها دياب، ولكن قرر انه يخفف اجواء المسلسل من خلال الاغاني اللي بتشتغل، التجربة البصرية الرائعة، التصوير في اماكن واقعية وبسيطة وعمرك ما تتخيل انها يطلع منها تجربة بصرية مميزة. وكمان الاكل، ده اشهر اكلة في المسلسل الطعمية. وطبعا مفيش مانع لشوية كوميديا ومعمولة بشكل حلو جدا. الويسكي الحلال اللي هي بتكون مية السلطة اللي بتيجي مع الكفتة، دي بيستخدموها بديل للخمرة. بشكل عام مسلسل ناعم واسلوبه جميل جدا. الشخصيات زي آسر ياسين واللي اداؤه رائع وقدم شخصية واقعية وبسيطة. مي عز الدين كويسة، ما اقدرش اقول ان ده اعلى مراحل التمثيل، وفي مشاهد حقيقي كانت بتقفلني، ولكن ما اقدرش اقول ان هي سيئة. اشرف عبد الباقي ممتاز. دياب في تصميم الفيلن داخل الاحداث عجبني، وفكرة انه شخص متدين ولسانه حلو في الكلام والشغل، ولكن لما بنشوف الجانب العنيف منه حرفيا يتخاف منه جدا على شخصياتنا. عندنا برضو شخصيات مساندة جميلة جدا زي محمود عزب، الراجل اللي شغال مع اسعد اللي بينده عليه من غير القاب. ايه الجمال ده! احمد خالد صالح وعايدة رياض ادائهم جيد جدا كذلك. كمان فكرة الصدف معمولة بطريقة أكتر من رائعة، وبيخلي أحداث تحصل أنت تحس إنها ملهاش علاقة بالقصة الأساسية، ولكن في الآخر بيربطها ببعض وبنوصل لنتيجة عظيمة. عشان كده أنا حبيت مسلسل قلبي ومفتاحه، وبالنسبة لي ده من أقوى مسلسلات رمضان. هو تاني أقوى مسلسل أنا بشوفه يعتبر الفترة دي بعد إخواتي، وبكل تأكيد أنا مكمل وباهتمام قوي كمان.